وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. سئلت عن حال رجل يسمى وسيم يوسف، سئلت عدة مرات، وأقول لكم بصراحة يعني أنا لم أود الإجابة عن هذا السؤال حتى راسلني أحد الأخوة جزاه الله خير، قال: لماذا أنتم السلفيون تخافون من هذا الرجل، يعني من وسيم يوسف؟ فوعدته بالإجابة، فأقول لكم مستعينا بالله جل وعلا أن هذا الرجل وسيم يوسف هو أردني الأصل وعنده جنسية إماراتية، ولكن لو بحثنا عن أصوله فهو من فلسطين. نعم، فهو من فلسطين. على كل حال مؤخرا تحصل على، أظن في 2014 تحصل على الجنسية الإماراتية، وكان إمام ثم فصل إلى غير ذلك. أنا لا أريد أن أدخل في هذا، جزاكم الله خير، مع العلم أن الرجل بدايته كان يفسر الأحلام. أنا لم أكن أوافقه حتى في تفسير الأحلام، بارك الله فيه، فكيف أوافقه على ما قاله وما تقيأ به مؤخرا، بارك الله فيكم. فالرجل كلامه كله هراء. نعم، بارك الله فيكم. والرجل أيضا كعقرب الطين، نسأل السلامة والعافية. نعم، فيدخل نفسه ويحشر نفسه في كل الأمور، بارك الله فيه. فالأولى هو أن لا نستمع لهذا الرجل وأن لا نقيم له وزنا، لأنه ليس من أهل العلم وليس يعني ممن يعني يرجع إليه يعني في النوازل. على كل حال، السؤال كان حول ما يحصل الآن في فلسطين. نعم، أنا عندما أتحدث عن الشعب الفلسطيني، جزاكم الله خير، وأنتم تعلمون بارك الله فيكم، فهذا الشعب مضطهد يعني من سنوات وسنوات. نسأل الله جل وعلا أن يفرج عنهم. نعم، واليهود هؤلاء الذين اغتصبوا أهل أرض فلسطين فعلوا ما فعلوا بأمهاتنا وبأبنائنا وبإخواننا يعني في فلسطين، وهم لا يزالون على ذلك، صلى الله السلامة والعافية. وما حصل مؤخرا، وعلى كل حال ما حصل مؤخرا يعني لا يحصل دائما، فدخولهم إلى المسجد الأقصى وتدنيس يعني المسجد، صلى الله السلامة والعافية، والعبث، وتجدهم يعبثون يعني بكتاب الله رب العالمين، يعني امتهان القرآن إلى غير ذلك. هذا لا يرضاه عاقل، وأسأل من الله جل وعلا أن يجعل كيد هؤلاء اليهود في نحورهم. نعم، وأسأل من الله جل وعلا أن لا يبقي منهم أحد. نعم، فقط أنا كنت تكلمت في هذه المسألة، وهي كيف نتعامل مع الأحداث الجارية الآن في فلسطين. أنا الذي قلته هو تحدث عن المظاهرات والمسيرات، وأنتم تعلمون بارك الله فيكم الناس يخرجون، المرأة تخرج متبرجة سافرة، أغلبية هؤلاء الذين يخرجون في المسيرات وكذا لا يصلون ولا حول ولا قوة إلا بالله. والإخوان المسلمين هذو يغتنمون الفرص. نعم، يدعون باسم الدين، يدعون الناس للخروج للمظاهرات والمسيرات، وهم أهل فساد ولا حول ولا قوة إلا بالله. نحن لسنا كهؤلاء الأوباش الإخوان المسلمين هذو نقول بأن الوسيلة تبرر الغاية. نقول لا، بارك الله فيكم، لابد للوسائل أن تكون لها نفس أحكام المقاصد. هم عندهم الوسيلة تبرر الغاية ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، فخرج هذا فهذه المسيرات وكذا كلها حرام، جزاكم الله خير، كلها حرام. أنا قلت للناس عليهم أن يخرجوا، عليهم أن يعودوا لدين الله رب العالمين. أنت لا تصلي وأنت سافرة متبرجة ثم يخرجون في الشوارع فلسطين، وهذه دعاوى كاذبة ولا حول ولا قوة إلا بالله. دعاوى ماذا؟ كاذبة. هؤلاء يريدون يعني يحبون الفتن والاختلاط إلى غير ذلك، نسأل السلامة والعافية. نعم، فالله جل وعلا يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا
ما بأنفسهم. ربنا جل وعلا يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الله جل وعلا يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فعلى الكل أن يرجع ويعود إلى دين الله رب العالمين إذا أراد النصرة وإذا أراد الفوز على هؤلاء. ونحن دائما نسأل الله جل وعلا وبإذن الله جل وعلا برجوعنا إلى ديننا وبتمسكنا بكتاب ربنا وبسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا كلام من؟ كلام الشيخ الألباني قديم، كلام الشيخ ابن عثيمين، كلام الشيخ بن باز، يعني الجهابذة من العلماء. فنقول لهم بارك الله فيكم إذا عدتم ورجعتم إلى دين الله رب العالمين فالله جل وعلا توعدكم بالنصر. توعدكم ماذا؟ بالنصر. أما البعد عن الدين وكذا ثم الخروج والصراخ إلى غير ذلك فهذا بارك الله فيك لا يأتي بشيء، لا يأتي به، هذا لا يزيدنا إلا ذل ومهان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هم يعلمون هذا، جزاكم الله خير. تمسكوا بدينكم. الله جل وعلا يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بحبل الله بدين الله بدينه. نعم. أما ما قاله هذا وسيم يوسف ما قاله، قال بأن هو يتحدث عن الشعب الفلسطيني، يقول بأنه حثال ولا حول ولا قوة إلا بالله، وراح يمدح في اليهود إلى غير ذلك. فنقول له اعلم يا جبان، اعلم يا أبله بأن المولى جل وعلا يقول وتدبر كلام الله جل وعلا يقول ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. أين هو الولاء وأين هو البراء إلى غير ذلك؟ أين هو الولاء وأين هو البراء؟ سبحان الله العظيم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال تمنعه من الظلم. هذا هو ديننا وهذا هو منهجنا بارك الله فيك. أما هذا الرجل فلا يعلم ما يقول، رجل مجنون صلى الله عليه العافية، يبحث عن الشهرة ويبحث عن المال ويستعمل جميع الطرق حتى يصل إلى ماذا؟ إلى مبتغاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأنا أقول لا تلتفتوا إلى هذا الرجل، هذا وسيم يوسف، هذا مفسر الأحلام مفسر إيش بارك الله فيه. هذا ليس لا من أهل العلم ولا من أهل الفتوى ولا من أهل شيء بارك الله فيه. هذا دجال، هذا الرجل دجال كذاب يسعى وراء أهدافه، رجل شهواني يحب الدنيا يحب المال يحب كذا إلى غير ذلك. صلى الله عليه وسلم العافية. أسأل الله جل وعلا أن يهديه إلى الطريق المستقيم، أو يأخذه أخذ عزيز مقتدر، أو يأخذه أخذ عزيز مقتدر. هذا هو بارك الله فيكم الذي أريد أن أقوله عن هذا الرجل، عن هذا المجنون. بارك الله لكم وحفظكم الله تعالى.